من هنا بدأ الصراع ما بين الحكومة بقيادة عمر البشير والمتمردين في دارفور، وتحول الصراع ساعتها لصراع مسلح. وقام ساعتها البشير بتأسيس ميليشيات عسكرية من دارفور واسمها ميليشيات الجنجويد. ومعنى الجنجويد باللغة السودانية هو الراجل اللي ماسك سلاح رشاش وبيركب خيل أو جمل. وكانت في الأول تحت قيادة واحد اسمه موسى هلال، وبعد كده بقت تحت قيادة واحد اسمه محمد حمدان دجلو واللي اسمه حميدتي. وقدرت ميليشيات الجنجويد إن هي تقضي على التمرد ده لما كانت تحت قيادة حميدتي. وبما إن حميدتي ظهر معانا في الحلقة فلازم نعرف مين هو حميدتي ده. حميدتي من مواليد دارفور من قبيلة الرزيقات، وما أكملش تعليمه واشتغل في رعاية الأغنام، ثم بعد كده بقى تاجر أغنام وإبل، واشتغل في التجارة فترة، وبعد كده أسس مجموعة مسلحة عشان تحمي القوافل في المناطق النائية اللي فيها صراعات مسلحة. وبعد ما قضى حميدتي على حركة تحرير السودان أصبح مقرب جدا من عمر البشير. وبالمناسبة عزيزي المشاهد، الأمم المتحدة اتهمت حميدتي وميليشيات الجنجويد بإنها مارست جرائم ضد الإنسانية. وفي سنة 2011